معانا خبر مهم جدا من انجلترا، وهو اللاعب جيت سبنس. افتكروا الاسم ده جدا لانه اول لاعب انجليزي مسلم يلبس فانلة انجلترا ويكون ضمن منتخب انجلترا. جيت سبنس عنده 25 عام ولاعب مميز جدا، وبيقول لك مشوار حياته ما كانش سهل جدا، لكن دايما كان ثقته بالله كبيرة. وبيقول لك كمان ان ربنا وقف معاه في حاجات كتيرة جدا، ودايما كان بيحقق كل نجاح، كان دايما بيشكر ربنا. كيت سبنس لعب لأكتر من نادي في أندية صغيرة ثم أندية كبيرة ثم توتنهام، وبعد كده احترف في فرنسا، وبعد كده احترف في إيطاليا ورجع تاني توتنهام. وقال لك إن في مدربين كتير وقفت معاه، ودي من أكتر الحاجات اللي هي شجعته في حياته. وبيقول لك مهم جدا إن أنت تحلم، بس الأهم من الحلم اللي أنت تصدق الحلم ده ويكون عندك يقين وثقة بالله. عندنا خبر مهم جدا للدوري السعودي. أنت عارفين دلوقتي طبعا الدوري السعودي بقى قوي جدا بعد ما تركي آل الشيخ جاب كل نجوم العالم في الدوري ده. نادي الهلال السعودي يعلن رسميا انه هو لاعبه متروفيتش هيكون في الريان القطري ان شاء الله. وده اخر خبر قاله الهلال السعودي، انه متروفيتش رسميا راح الهلال القطري. معانا خبر مهم جدا عن برشلونة. النجم المالي إبراهيم ديارة لاعب برشلونة، الشاب اللي عنده 18 سنة ذو الموهبة الكبيرة. كنا عارفين إن هو أصيب في العضلة الخلفية، دلوقتي بقى بيقترب من العودة بعد إصابته في العضلة الخلفية التي أبعدته تقريبا شهرين خلال فترة الإعداد مع مدربه هانز فليك. إبراهيم ديارة حاليا دخل في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وبدأ يتدرب على العشب في المدينة الرياضية بعد توقع انضمامه للتدريبات الجماعية تدريجيا قبل العودة الرسمية في أواخر سبتمبر. بالتوفيق للنجم الكبير المالي إبراهيم ديارة. هنتابع أخبار برشلونة. معانا خبر مهم جدا. ليفاندوسكي نجم برشلونة اللي عنده 37 سنة، ليفاندوسكي رفض عرض قوي جدا من الهلال السعودي بقيمة 100 مليون يورو في السنة. رفض العرض دوت. ليه يا عم ليفاندوسكي؟ ده انت اصلا عندك 37 سنة. قال لك لا، انا عايز اختم مشوار حياتي في برشلونة، وعايز اجيب الدوري الاسباني لفريق برشلونة. هو طبعا شكله الراجل عايز يختم حياته في برشلونة بعيد عن الماديات خالص، مش قصة فلوس أصلا. من الأخبار الهامة برضو الفريق برشلونة اللي هو قدم عرض قوي جدا السنة اللي فاتت. هانز فليك كان في ورطة كبيرة أوي إن الظهير الأيسر بتاعه اللي هو اللاعب بالدي جاله إصابة، والإصابة دي هتخليه يبعد عن الملاعب 4 شهور. عشان كده هو استقر على البديل لبالدي وهو اللاعب مارتن. هانز فليك قال لك ثقة كبيرة في مارتن إن هو يعوض جيرارد، وفي نفس الوقت احنا قدامنا 3 مباريات هامة، فلازم كنت ادور على البديل للظهير الايسر النجم بالدي. كده يبقى احنا خدنا جولة سريعة حول الكرة العالمية والعربية والافريقية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لو عجبك الفيديو اشترك، ولو ما عجبكش ادينا لايك، ولو ما عجبكش خالص ما تخشش على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.